الطالب الجزائري يا خو كيكمل قرايتو ما كاش واش يدير، لازم يحوس على خدمه، خصو في الصيف تلقى باك دي جون اللي عندهم دراهم يخرج يحوس يشوف قدامنا، مي الزوالي هذاك تلقاه يحوس على خدمه. جينيرالمون الخدمه يصيبها طونك فوندور في المارشي ولا في الحوانت هكذا، سونتر كوميرسيال ولا ما تلقاش خدمه في سوسيتي باش تطور روحك ولا تزيد ترفد عفايس جداد. هاد الخطوه ما تنجحش بزاف، خاطر الناس بزاف اللي يروحوا يخدموا بهذوما يخدموا يحرت عليه، ندب عليك يخدم عنده اسمه يخدم كوم فوندور كوم بيتزيريا ولا تلقاه قرا حياته كاع مع لافاتيك تاع تريماس كومبلي تاع العام كومبلي، ومن بعد يروح يخدم يخلص عليه 15 يخدم من الصباح للعشاء، ما تنجحش بزاف. مع نهاية الموسم الدراسي يبدأ بعض الطلبة في تحديد وجهتهم لقضاء العطلة ووضع مخططات للاصطياف، خاصة ميسوري الحال منهم، لكن البعض الآخر يباشر رحلة البحث عن مهنة موسمية يجني من ورائها بعض المال يساعده في نفقات الموسم الدراسي المقبل. هو حال رفيق ومحمد. أنا رفيق طالب جامعي في جامعة دار إبراهيم، سنة ثالثة ليسونس فينانس كونطابيليتي. الحاجة اللي دفعتني باش نقرأ باش نخدم مور ما يخلص العام الدراسي هي باش العام الجاي نجوزو آلاز، زعما نسحق كاش ما حاجة نشريها، كاش ما كتابات، كاش ما حوايج نشريها بدراهم هذوك اللي خدمتهم في الصيف، ماشي نتكل على الدار ولا على عباد اخرين، زعما نتكل على روحي، تكتسب خبرة مهنية، تكون ريسبونسابل، تتعلم، تشوف مع الناس كيفاش تكون معاهم مليحة، هي تسمى جلوبالمون حاجة مليحة. صوت الجرس يعطي الإشارة لمحمد بوجود طلبات من الزبائن أو توجيه مختلف الأطباق الجاهزة إلى الطاولات، عمل يجد فيه هذا الطالب فرصة للاحتكاك مع الناس واكتساب خبرة من جهة، وتوفير مبلغ من المال لقضاء عطلة جيدة من جهة أخرى. اسمي أنا محمد، في عمر 20 سنة، قرأت في الليسي، عندي الباك هذا العام، شعبة فيلو، تربح لي كليون، تربح الصحبة الحسنة كما يقولوا، من بدك تلقى الصحبة الحسنة، وتعلم تابليكي مع الغاشي، تهدر مع الغاشي، تعامل حسن، تدخل يتعاملوا معاك انتك، وما يحبوا تانت، يحبوا لي جان يخدموا خير ما تريح برا في الزنقة. C'est magnifique. Je trouve que c'est quelque chose de bien au lieu يقعدوا بلا. Ils sont bien les jeunes هكذا، on est bien entourés en tous les cas, c'est pas des voyous, c'est pas. محمد ورفيق عينة من الشباب الجزائري الذين ضحوا بالعطلة الصيفية في سبيل جني بعض من المال يساعدهم في تسيير نفقات الموسم الدراسي المقبل. هو حال الآلاف من الشباب الجزائري الذين وجدوا في المطاعم والمحلات التجارية غايتهم، إلا أن هذه الثقافة لا زالت تقتصر على بعض المهن الحرة وتكاد تنعدم في المؤسسات الكبرى والإدارات. سفيان سلاوي لقناة زاليوس.